السلام عليكم، أهلا بكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ فاطمة زهرة. أكيد معروفة البغرير ولا الغرايف محبوبة الجزائريين، لكن اليوم حنقدمها لكم بطريقة سهلة بلا جهد بلا تمرميد، يعني ما تخليكمش تمرمدوا الحالة. كاين اللي تعرف هذه الطريقة، كاين اللي تشوفها أول مرة، حنعطيها لكم على طريقتي. بسم الله على بركة الله، ونصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومقادير الوصفة كالآتي: 2 كيسان تاع السميد يكون رطب، سميد رطب، ونص كاس تاع فارينة، تقدروا تكيلو بأي كيل. 2 كيسان سميد رطب، ونص كاس فارينة، نمزجهم هكذا. ثم نضيف ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، وملعقة كبيرة نتاع سكر. بالنسبة للملح تقريبا ملعقة صغيرة، يعني أيضا ملح بالك تكثروا، شوفوا على حساب الكمية اللي راكم رايحين تديروها. الآن نجيبوا فوي نخلطوا به، ونجيبوا الماء يكون دافي. الكاس الأول هاوليك، الكاس الثاني نمزج قليلا بالفوي. أنا نحب نستعمل قبل طريقة لهنا، يعني نعاون شوية بالفوي باه نجيبوا ولا نديروا الخطوة الموالية. الكاس الثالث هاوليك نمزج دائما بالفوي. تقدر شوفوا تديلكم حتى 4 كيسان تاع ما دافي، ولا 3 كيسان ونصف ما دافي، على حسب نوعية السميد. كاين السميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش، دوك تشوف القوام تاعها كيفاه يجي. انا درت له هنا نص كاس، وشفت لقيتها باللي يخصها ضفت الكاس كامل، يعني ديت لي 4 كيسان تاع ماء يكون دافي، ضروري يكون دافي باه تتفاعل هذيك الخميرة تاع الخبز. الآن حنضيفو ملعقة كبيرة نتاع خل بزاف يعاونها وتجي هايلة خفيفة ما شاء الله. وفي الآخر كيس تاع خميرة حلويات. نمزج جيدا المكونات. نعم، هذه التطبيرة نتاع البغرير تاع القرعة هذه هي. كاين اللي جربتها وكاين اللي مازال ما جربتهاش، نقولها جربيها، خاصة اللي تكره غسيل الماعين وتمرميد وتدي الجهد. هذاك البغرير تاع بكري أكيد بنين تعدليك، يجي ما شاء الله رائع. لكن دوكا ولينا نحوسوا على الوصفات تكون اكسبريس، يعني سريعة على حسب ضيق الوقت اللي رانا فيه هذا الوقت. نخلطوها جيدا هكذا، ونخلوها واحد ربع ساعة قبل ما نبداو نطيبوها. بغرير القرعة، نعم كاين اللي يدير المكونات كامل في القرعة، يعني وهي قبل ما تخلطها كيما خلطها أنا بالفوي تبدأ تخلطها هكذا، لا تجيك صعيبة، ديري طريقتي أفضل. جبنا مقلاة، أي مقلاة تكون نوعية اللي مثل السقش هكذا، فوق النار تكون هادية ماشي قوية، وجبنا شوية تاع زبدة، مع انه يعني المقلاة نتاعي عفوا مثل السقش، لكن الزبدة راح يعطي لها اللون الاحمر من تحت، الطيب في اللون الدوري. شوفوا القوام تاعها كيفاه لازم تكون، او شتو كيفاه مشات وحدها في المقلاة بلا ما مسيتها ما والو. بالقرعة طول، يعني هربنا على العفسة تاع الغراف وقطري وسيحي منه ومن هذا البغرير بزاف عملي، ويخلي حالتك نظيفة. دائما بهذه الأداة حاولوا كيفاه تقلبوا بها، يعني المقلاة نتاعكم ما تجرحوهاش. لقيتها مازال ما طابتليش شوية صيبة، شوفوا لونها شعرها رائع كي ضفت يعني الزبدة. زيد نوري لكم مرة ثانية الطريقة سهلة مهلة، دائما خلطها هكذا، هايليك تمشي وحدها. هذا هو القوام. شوفوا الله يبارك، راهي تتخرج يعني تتقب، يعني دليل على انه البغرير تاعكم يجيش معجن ويجي خفيف. هذا هو البغرير نتاع القرعه. طيب تمتم، ما يديش منك وقت، ما يديش منك مجهود، حالتك تقعد ماشي مرمده. بالنسبه للسموغ، كل تعرفوا تسمغوا البغرير، حبيتوا ذوبوا زبده ديروها هكذا وضيفوا السكر من الفوق، سواء السكر الرطب ولا الاخر، ولا حبيتوا خدموا لها يعني شغل تخدمي لها الشربات تاعها بالشربات كل تعرفوها، يعني تخدمي لها السيرو بالزبده.
مرة ندير لكم الشربات نتاع البغير تجي ما شاء الله. أيضا شوفوا كيف جا ما شاء الله. الآن يقدم يعني بسرعة في طبق التحضير قبل ما يطيروا لي بهذو الحبات، باسكو الحبة اللي كنت نطيبها كانوا ياكلوها لي وليداتي. والبنة تاع البغير هو كي يتكل من مقلة يجي ما شاء الله هايل. وهذو الحبات اللي طرت بيهم باه نصورهم معاكم. هاوليك البغير تاع القرعة جا ما شاء الله لونه يهبل يسخف. جربوها حبيباتي، ما تنسوناش باللايك، تشجيع من عندكم يعطيني حافز على المواصلة. ونتمنى القناة هذه تكبر باش نواصل معكم. نقول لكم مع السلامة، فرجة ممتعة، وإن شاء الله بغير تاع اليوم يكون نال إعجابكم إن شاء الله. عن قريب أيضا نقدم لكم البغير التقليدي. وعلاش لا كاين بزاف مبتدئات يحبوا يتعلموا البغير تاعنا التقليدي. ما نقولوش نسيناه، حنا اللي ضيق الوقت ولينا نروحوا لهذا البغرير، نوعية تاع هذا البغرير نضيفوا له الفارينة ونضيفوا له خميرة الحلويات. حبيت نعطي معلومة أنه البغرير التقليدي ما فيه والو، فيه غير السميد والملح وخميرة الخبز، ولكن يدي مجهود، يحب دليك سورتو البغرير مدلوك. واش نقولكم أيضا بنتو وحدها. يلا مع السلامة.